مرحبا أحبائي، وصفة اليوم اليالنجي أو ورق العنب بالزيت على الطريقة السورية وعلى أصوله. هالوصفة المحببة على قلب الجميع. طبعا اليوم حضرت لكم إياها بنكهة وبطعمة ولا أروع، وراح أخبركم بالفيديو كل أسرار وخطوات الوصفة لحتى تطلع معاكم ورقة العنب خضرة ودايبة ذوبان ومثل الزبدة، والنكهة والطعمة ولا أشهى. تابعوا الفيديو للنهاية لتشوفوا كيف حضرت الوصفة، وما تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليوصلكم إشعار بكل فيديوهاتي الجديدة. أول شي رح نبلش بتحضير الحشوة. واليالنجي أو ورق العنب بالزيت على الطريقة السورية بيتحضر بطريقتين للحشوة. في هاي الطريقة اللي بتنضاف كل المكونات على البارد وبتختلط مع بعضها، وفي الطريقة الثانية اللي هي على الطريقة الحلبية اللي بنحمص البصل مع زيت الزيتون وبنضيف باقي المكونات مع الرز. الطريقتين كتير لذيذين. أنا في فيديو بقناتي قبل محضرة فيه الطريقة الحلبية، وهلأ حبيت حضره بهاي الطريقة. أول شي مثل ما شفتوا ضفت بالصحن 2.5 كوب من الرز المصري. الرز المصري اللي بتيجي حبته ناعمة مو صنوايت وبيطلع معنا مفلفل. غسلت الرز بدون ما أنقعه وصفيته ونزلته بالصحن. بضيف عليه 5 حبات من البندورة متوسطات يكونوا مفرومين، فرم شوي صغير مو شرط كتير ناعم. بضيف عليهم 4 حبات بصل كمان متوسطات مفرومين، ضمتين من البقدونس مغسولين منشفين منيح ومفرومين. كمان فرمة البقدونس خلوها شوي متوسطة مو كتير ناعمة، وضمة صغيرة من النعناع أو نص ضمة كبيرة. بقلب الرز مع الخضار وبضيف باقي المكونات. معلقة كبيرة مليانة نعناع يابس وفلفلة حمراء حلبية حلوة أو حدة حسب رغبتكم. معلقة صغيرة مليانة من القهوة التركية، من معلقتين ل3 معالق دبس بندورة، وممكن أكتر أو أقل حسب نوع الدبس المستخدمينه. نص كوب عصير ليمون، نص كوب زيت زيتون، نص كوب دبس رمان. وكمان دبس الرمان إذا أنتوا ما بتحبوا هيك نكهته ظاهرة، بتحبوا تكون نكهته أقل، لأنه في أشخاص بتبقى مزعجة لهم نكهة دبس الرمان القوية، فيكم تضيفوا ربع كوب. وضفت كمان معلقة كبيرة من السماق ومعلقة صغيرة ممسوحة دبس فليفلة. السماق ودبس الفليفلة إضافتهم حسب الرغبة بيعطوا نكهة طيبة، بس فيكم تستغنوا عنهم إذا مو متوفرين. وطبعا بنضيف الملح ومنبلش نخلط المكونات كتير منيح مع بعضها لحتى هيك كل التتبيلة تاخد من نفس النكهة. بعد ما اقلب المكونات كتير منيح مع بعض رح ضيف عليهم الجوز. عندي نص كوب من الجوز المقطع قطعة صغيرة، واللي مو مجرب الجوز باليالنجي ضروري يجربه لأنه عن جد بيعطي نكهة كتير طيبة. بس بضيفه آخر الشي هيك وبقلبه مع المكونات، وهيك صارت الحشوة جاهزة. هلأ بتركها بالثلاجة أو بالبراد لحتى هيك ترتاح شوي وينتقع الرز وياخد النكهات اللي ضفناها لبين ما نجهز ورق العنب. بالنسبة لورق العنب ضروري تحطوه شوي بالمي المغلية قبل ما تلفوه حتى يلف معاكم بسهولة كرمال تطرى الورقة. في حال مستخدمينه فريش الأخضر بتغسلوه منيح، بتنزلوه ثواني بالمي بس يتغير لونه بترفعوه مباشرة. وإذا مستخدمين المعلبات نفس اللي عندي غسلوه كتير منيح من المواد الحافظة اللي فيه. وكمان بدكم تشوفوا الورقة، إذا الورقة عندكم هيك طرية وغضة بتنزلوه ثواني بالمي وبترفعوه مباشرة. إذا عندكم الورقة حسيتوها هيك شوي قاسية وممكن تاخد معاكم وقت بالاستواء، خلوه يغلي هيك شي 5 دقايق تقريبا بالمي لحتى تطرى معاكم الورقة ولحتى تلف بسهولة وحتى يستوى معاكم أسرع. وبتشيلوه كمان بنفس الخطوات. هلا هون انا الورق العنب اللي استخدمته هيك ضغطت عليه قبل ما نزله بالمي، شفت الورقه غضه وطريه فما حطيتها كتير بالمي، مجرد اني نزلته هيك يعني لثواني شلته مباشره لحتى ما تهترى معي الورقه، بس مجرد انها تكون طريه وسهله باللف. وبعد ما صارت الحشوه عندي جاهزه والورقات كمان جاهزين، هلا بنبلش باللف. اهم شيء بالنسبه للف الورق العنب انه تكون المنطقه اللي بيكون بارزه فيها عروق الورق وتكون خشنة، هاي بتكون لجوا. المنطقة الناعمة والملسة بتكون لبرا. بالنسبة للورق العنب أو اليالنجي لازم ينحشى منيح، يعني مو طيب الورقة تكون هيك مرتخية وفاضية، لأنه معظم الحشوة بيكون خضار، فوقت اللي بتستوى الخضار كلها هاي بتدوب، فبتبقى معانا حبة الورق كتير مرتخية وما فيها حشوة. فلازم تحشوا الورقة منيح لحتى ما تطلع معاكم مرتخية وفاضية من بعد ما تستوى. وبالنسبة للف مثل مو شايفين، أول شي بنقلب الورقة قلبة وحدة، بعدين بناخد الأطراف ومنبلش نلفها ونحن عم نضغط عليها شوي حتى تطلع معانا الورقة متماسكة. بالآخر بتكون النتيجة بهاي الطريقة اللي انتو شايفينها. والورقة اللي بيكون فيها نفس هذا العود لازم تتخلصوا منه، بتقصوه بإيدكم أو بالمقص أو بالسكين لحتى وقت اللي تلفوا الورقة ما تبعجلكم الورقة، لأنه هاي العودة بتبقى سميكة وطبعا بالأكل ما بتكون طيبة ولا بتستوى. فأي ورقة بتشوفوا فيها نفس هالعود بتتخلصوا منه وبتقصوه.
وبعد ما لف كامل الكمية وخلص من كل الورقات اللي عندي، أنا تقريبا هون الكمية اللي عندي 2 كيلو من ورق العنب، لفيتهم كلهم وطبعا أخذوا معي كل الحشوة. هلأ بنبلش بترتيب الطنجرة اللي بدنا نطبخ فيها الورق العنب. أول شي رح وزع طبقة من دوائر البندورة. طبعا بتحبوا تضيفوا بدالة ورق عنب، إذا زاد عندكم ورق عنب ما لفيتوه ممكن تضيفوه بالأرضية. بتحبوا تضيفوا طبقتين من البطاطا كمان على حسب رغبتكم. أنا بضيف البندورة لأنه بتعطي نكهة طيبة بالمرقة وحموضة، ونفس الوقت إذا لزقت البندورة بتطلع عندي هيك البطاطا سليمة، لأنه البطاطا كتير بحبها هيك بمرقة الورق العنب لما بتنطبخ بتطلع طعمتها كتير طيبة، بتاخد الحموضة والنكهات فبتطلع كتير لذيذة. وبعد البندورة ضفت طبقة من البطاطا وقطعتها قطع سميكة لحتى تتحمل مدة الاستواء مع ورق العنب. وهلأ بلش وزع ورق العنب بهاي الطريقة. أهم شي وقت اللي توزعوا كل مجموعة حاولوا تضغطوها منيح وترصوها منيح لحتى تطلع الورقات متماسكة وراس منيحة بعضها، كرمال ما تفتح معاكم وقت اللي يبلش يغلي ورق العنب. يعني ممكن هاي خطوة ترتيب الورق العنب تاخد معاكم شوية وقت، بس بالنهاية النتيجة بتطلع معاكم ممتازة. يعني ما بتلاقوا بالمرقة ولا حبة رز وحدة، حتى ولا ورقة بتفتح معاكم، وبتطلع كل الورقات سليمة ومستوية. وإذا حابين تقلبوا الطنجرة قالب بتطلع معاكم قالب متماسك وشي بشهي. بعد ما وزعت كامل كمية الورق العنب هلا رح اضيف مكونات المرقة. بتحبوا تحضروها لوحدة على جنب وتضيفوها مرة واحدة، او تضيفوها مباشرة على ورق العنب حسب رغبتكم. عندي هون الصوص اللي نزل من الحشوة صفيته وضفت عليه عصير حبة ليمون. منضيف كمان شوية نعناع يابس، رشة واحدة مو أكتر، ومنضيف ملح حسب الرغبة، معلقة صغيرة من ملح الليمون أكتر أو أقل حسب رغبتكم بالحموضة، ونص كوب زيت زيتون مع معلقة كبيرة من دبس البندورة. طبعا أنا المرقة بضيف لها دبس بندورة بس ما بضيف دبس رمان لأنه بيسود الورق العنب. وضفت آخر شي مي لحتى هيك تنغسل المكونات وتتغلغل منيح بالورق العنب. وهلا رح ضيف التقل. اهم شيء هذا طبعا تقل ما تستغنوا عنه لانه هو اللي بيمسك لكم الورق العنب وما بيخليه يفتح ابدا بالطبخ. اذا عندكم تقل الفخار فيكم تضيفوه مره واحده، مو متوفر عندكم ضيفوا صحن على قد مساحه الطنجره ويكون بيتحمل الحراره، وما نضيف عليه اي تقل متوفر. ضفت زياده شويه مي بس ما تكتروا كميه المي، لانه الورق العنب بس يغلي المي اللي بالخضار رح تطلع معاكم، فهيك بتصير كميه المي كتير زياده. أول شي بخلي الورق العنب على نار عالية تقريبا نص ساعة لحتى يغلي وتنفش حبة الرز. برجع بوطي عليه النار على الآخر وبتركه تقريبا ساعة إضافية. آخر شي بشيل عنه التقل وبغطيه، وكمان بتركه على نار هادية لحتى يستوى. ممكن ياخد معاكم وقت بالاستواء 2 لساعتين ونص، وممكن أقل إذا الورقة عندكم هيك خضراء وغضة وطرية. هلا هون ما بعد ما استوى عندي تركته ساعة تقريبا تهدى حرارته، وما صفيت عنه المي لأنه كمية المي اللي فيه قليلة. إذا كمية المي عندكم كانت كتيرة صفوا جزء منها لحتى ما تفتح الحبات بقلب المي. تركته بالثلاجة ليلة كاملة. أنا بشوف هاي أفضل نتيجة لحتى الورق العنب تطلع معاكم الورقة خضرة، والورق العنب بالزيت كل ما برد بتظهر طعمته بتكون أطيب. وبعد ما قلبت طنجرة الورق العنب شايفين ما شاء الله المنظر بشهي. طبعا البندورة هيك اخذ شوي لون زيادة، بس هي مو مأثرة ابدا على النكهة، حتى مو مأثرة على البطاطا. يعني لمجرد اني شلت حبة البندورة البطاطا كانت سليمة 100% وامورها تمام. والورق عنب مثل ما شايفين ولا حبة محروقة او طالع منها الرز، حتى حبة رز بالمرقة ما كان فيه. زينت الورق العنب بالرمان، بس ضفت على الرمان هيك ليعطينا نكهة أطيب ولذاذة أكتر. شوية دبس رمان وشوية ليمون وزيت زيتون بيعطوا لمعة ونكهة كتير طيبة للرمان. وزينت كمان بشرحات البطاطا، قطعت كل قطعة بطاطا لقسمين وزينتهم بهاي الطريقة. فيكن تزينوا انتم بالطريقة اللي بتناسبكم. آخر شي ضفت هيك شرايح الليمون حتى هيك يعطونا شكل ولون حلو، وطبعا ما في أطيب من الليمون مع ورق العنب. وبالنهاية ضفت عرق النعناع الأخضر لحتى يكسرنا الألوان ولحتى هيك يعطينا شكل أحلى للتقديم. وهيك أحبائي وصفة اليوم صارت جاهزة. أطيب ورق عنب بالزيت أو يلنجي رح تجربوه. جربوه بهالطريقة كتير رح يعجبكم وكتير رح تحبوه. إذا حبيتوا الفيديو وعجبتكم الوصفة ما تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس لحتى يوصلكم إشعار بكل فيديوهاتي الجديدة.